هنبدا ليه محمد رمضان نمبر 1 من وجهه نظرك؟ والله يعني دي إجابة فاهم يعني صعب أنا اللي أجاوب عليها فاهم، لأن نمبر 1 لما قلتها في أغنية كانت يعني في فترة صعبة في مشواري يعني فاهم، فترة كانت صعبة جدا، وما كانش فيه شوية اعتراف ببعض الحقائق. يعني كان مسلسل أسطورة محقق نجاح قوي جدا في الشارع، ومع ذلك بيقولوا إنه مش الأعلى نسبة مشاهدة. أنت فاهم يعني أنت الساعة 2 الظهر وبيقول لك أنت 12 بالليل، فكان لازم فاهم الشارع كله بيحاول يقنعك إن أنت لا أنت 12 بالليل وأنت 2 الظهر، فكان لازم تقول لا إحنا الظهر، أنت كان لازم تقول أنا في الساحة فاهم. أنا ده كان التارجت يعني، هي كان كبت فني ممكن فانت قلت حقيقه، قلت انا ما فيش قهوه بتشغل مسلسل غير بتاع، فاستفزوني ورديت لان كنت يعني برضه شاب صغير. النهارده مهما بيحصل ما فاهم مستحيل هندفع، لان النهارده انا 34 سنه وبنكبر يعني برضه كل بنتعلم حاجات كتير. ف نمبر 1 طبعا في دلائل كتير، في دليل مادي وفي دليل معنوي وفي دليل مرئي وفي دليل مسموع وفي دليل يعني دليل مسموع، ان انت في الشارع بتسمع اكتر نجم مذكور في الشارع هو ده، تدخل تحلق تلاقي الناس بتتكلم عن الشخص ده، تقعد في كافيه تلاقي الترابيزه اللي وراك بيتكلموا عن الشخص ده، تتكلم، فده دليل مسموع ان الراجل ده هو اكتر واحد الناس بتتكلم عنه او عن اعماله. الدليل المادي ان هو اعلى اجر في الوطن العربي، في ممثل ما فيش ممثل بياخد اجر فاهم، فده دليل مادي. الدليل المرئي ان حاجات بقى في الشارع زي النهارده، اقول لك ليه عبد الحليم حافظ هو المغني رقم 1 حتى هذه اللحظه، لان انا عمري ما شفت قهوه باسم فنان جه بعده. حتى الان في وسط البلد تلاقي قهوه العندليب، لو جه في قهوه بعد كده طلع اسمها قهوه مثلا اي لقب انت تعرفه تقول يبقى في فعلا في حد تخطى عبد الحليم، ولكن كوكب الشرق لم يتخطاها ولا نجمه عربيه حتى هذه اللحظه اللي انا وانت قاعدين فيها في 2023. مفيش قهوه اسمها مثلا فلانه في كوكب الشرق في شبرا وكوكب الشرق في اسكندريه وفي بورسعيد، فده اسمه دليل مرئي. الدليل المعنوي ان انت بتطلع من المشروع فاكر اسماء الشخصيات، ده اسمه دليل معنوي بالنسبه لي، ان انت فاكر اسم مهجه في مش عارف في ذئاب الجبل، فاكر اسم فلان، فاكر اسم مسكر في ابن حلال، نعيم في العمده، فاكر فاهم فاكر اسماء الشخصيات بس.